العوافي عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد بعد انقطاع طويل جدا وطول انتظار. بص، قبل ما نبدأ نكمل في الكورس بتاعنا انا حابب اقول لك حاجة مهمة جدا. قبل ما تتعلم ماركتينج محتاج الاول تفكر تتعلم ازاي تنسى شوية حاجات كنت فاكرها صح وهي في الحقيقة ممكن تعطلك او توقفك خلال الكارير بتاعك. فخلينا نبدأ باشهر المفاهيم الغلط في عالم الماركتينج ونفصصها واحدة واحدة مع بعض. المفهوم الاول، لازم اكون مختلف عن الكل. ناس كتير فاكرة ان عشان تنجح في الماركتينج لازم تلاقي نقطة تميز غريبة جدا، حاجة محدش عملها قبل كده. بس الحقيقة مفيش رسالة فريدة، في ناس مميزة وفريدة. يعني التميز الحقيقي بيكون فيك انت او انتي. خليني اوضح لك بمثال. يمكن في الاف الناس اللي بيتكلموا عن الماركتينج والسوشيال ميديا على اليوتيوب وفي اماكن كتير تانية، وكورسات موجودة حرفيا في كل مكان. بس دلوقتي مثلا انت بتتفرج عليا انا، مش عليهم هم. طيب لو فكرنا مع بعض ليه ده بيحصل، فيمكن مثلا عشان انت بتشوف كلامي مميز او شرحي في حاجة مميزة بتعجبك، او حتى انا بقدم معلومة قيمة بشكل ما، او ممكن عشان اكون بقدم معلومة قيمة بالنسبة لك فانت قررت تكمل معايا. فده مثلا شكل من اشكال التميز. نفس الفكرة عايزين نطبقها بالنسبة لك لما تيجي تشتغل على اول مشروع او بيزنس او براند مع اي كلاينت. مش لازم تخترع العجلة من اولها، ممكن تشوف ماركتينج كامبين عجبتك قبل كده، تستلهم او تاخد منها افكار وتبدأ تطورها بطريقتك، تحط فيها البصمة بتاعتك وتبدأ تطبقها واحدة واحدة مع العميل اللي شغال معاه. اللي هيخليها مميزة مش الفكرة نفسها، اللي هيخليها مميزة بصمتك انت اللي عملتها. فانت اللي هتطلع الفكرة دي بأحسن شكل لانك انت اللي اشتغلت عليها وفيها بصمة منك. تاني مفهوم غلط، ما اقدرش اعمل حملة ناجحة بميزانية صغيرة. بص، كفكرة عامة انا متفق معاك طبعا ان الفلوس بتسهل حاجات كتير، بس مش معناها ان النجاح مستحيل من غيرها. بالعكس، اوقات كتير جدا ماركتنج كامبينز بتنجح بميزانيات صغيرة جدا ما بتحققهاش الكامبينز اللي بيتصرف عليها ملايين حرفيا. طيب ليه ده ممكن يحصل؟ لان الميزانيات الصغيرة بتخليك تبتكر اكتر عشان انت محدود بميزانية معينة. فمثلا في سنة من السنين كان في براند مصري متخصص في الملابس بتاعت السباحة، كان البادجت بتاعته محددة حبتين. راح عامل كامبين على طريق الساحل. الحملة دي كانت عبارة عن لوحة اعلانات صغيرة جدا كلفتهم 4000 جنيه، وقفوا جنبها ناس لابسين من المنتجات بتاعتهم، عملوا صور مضحكة. الصور دي الناس اتفاعلت معاها وبدأت واحدة واحدة تنتشر على السوشيال ميديا. في خلال يومين بس المبيعات زادت بشكل خرافي انت ما تتخيلوش. ومش بس كده، دول بقوا الترند رقم 1 في مصر هنا. يعني في الاخر ميزانيتهم الصغيرة ما وقفتهمش عن انهم يبتكروا او يخترعوا حاجة ممكن بالنسبة لناس تانية تنجح او ما تنجحش. عشان كده بنقول دايما ان الابداع بيكسب عن الميزانيات الكبيرة. تالت مفهوم غلط، ان النتائج لازم تظهر بسرعة. ده بقى بتبقى من اكتر الصراعات الابدية والازلية اللي موجودة ما بين الماركتير والعميل. كل الناس بتبقى عايزة تشوف نتائج فورا، بس الحقيقة الماركتينج بياخد وقت. لو عميلك لسه بادئ صفحته من الصفر ما ينفعش يتوقع ابدا او تقول له ان هوصلك ل 100,000 متابع في اول شهرين، لان انت هتلاقي المنافس اللي هو بيقلده واللي هو واكل السوق كله ممكن يكون شغال في المجال بقاله 5 سنين وما وصلش لل100,000 اللي هو طالبهم دول او اللي انت بتوعده بيهم. حتى شركات الاعلانات الكبيره بتكتب في العقود بتاعتها ان اول 3 شهور اسمها فتره الاختبار او التستنج فيز. طيب ايه اللي بيحصل فيها؟ بيصرفوا شويه فلوس صغيره من غير ما يتوقعوا اي زياده في المبيعات او اي مبيعات اصلا. بس الهدف من الموضوع ده انهم يفهموا الجمهور وسلوك الجمهور، وهل الرساله بتاعتهم وصلت بشكل واضح للجمهور بتاعهم ولا لا، وازاي الجمهور بيتفاعل مع الرساله بتاعتهم، ويشوفوا ايه اللي بينجح وايه اللي ما بينجحش. فانت كمان لازم ما تستعجلش النتيجة ولا توعد بنتائج اكبر من اللي ممكن تتحقق، لان التسويق مش عامل زي سباق السرعة اللي بيفرق فيه السرعة وانك تعدي اسرع من الناس اللي شغالة حواليك. هو تشبيهه اكتر منه ان هو ماراثون بيحتاج طول نفس وبيحتاج حاجة استراتيجيك تتفاعل مع طبيعة السوق والجمهور بتاعك. رابع مفهوم غلط عندنا، انك حيادي وبتشوف الامور زي العميل بالظبط. كلنا بنحب نصدق اننا حياديين، بس الحقيقة
الحقيقة احنا مش كده، كل واحد فينا عنده تجاربه وطريقته في التفكير. فمثلا انا شخصيا لفترة كبيرة جدا كنت فاكر تطبيق تيك توك اخره انك ترقص على الميوزك بتاعته او تعمل ليبسينك على الفيديوهات، مش اكتر من كده. وما كنتش متخيل ابدا انه ممكن يبقى اداة كويسة في الماركتينج. بنتكلم في بدايات تيك توك اول ما نزل. بس دلوقتي اي براند عايز يعمل ظهور حقيقي باداة قوية جدا لازم تيك توك تبقى من اول التشانل اللي يشتغل عليها ويبقى ليه وجود قوي عليها. انك لازم تخرج نفسك من المعادلة وتشوف الامور بعين جمهورك مش بعينك انت، عشان تقدر تعمل الكونتنت المناسب ليهم واللي فعلا يتفاعلوا معاه. خامس مفهوم غلط وده مفهوم كارثي، الناس اللي بتفكر ان السوشيال ميديا مش خدمة عملاء. لا بالعكس، الناس بقت تلجأ للسوشيال ميديا عن انها تتواصل مع خدمة العملاء. في احصائية بتقول ان حوالي 60% من العملاء بيفضلوا يبعتوا رسائل على صفحات الفيسبوك والانستا بدل ما يتواصلوا بخدمة العملاء. يعني لو العميل اللي بتشتغل معاه مش مجهز خطة للرد على الرسائل او الكومنتات او ريسك مانجمنت شيت او ريبلايز تكون جاهزة او بيستخدم تول معينة عشان تمانج الموضوع ده، لازم اول حاجة تعملها معاه وتصلحها له في الاستراتيجي بتاعته ان يبقى في حساب للموضوع ده. سادس مفهوم غلط عندنا ان الجودة اهم من الكمية. بصراحة مفيش حاجة اهم من تانية. في البداية لازم نركز على الكمية عشان نتمرن الالجوريزم تتعرف علينا. فما ينفعش مثلا تعمل اول فيديو وتتوقع يكون تحفة. بالعكس، انا اول تصميم عملته كان كارثتين، بس من غيرهم ما كنتش هتعلم اوصل للجودة اللي انا فيها دلوقتي. يعني اشتغل اكتر، هتغلط اكتر، هتتعلم بشكل اسرع، وبعد كده هتقدر تركز على الجودة وتخرجها في احسن كواليتي ممكن تطلع بيها الحاجة، وبعد كده هتقدر تطلع اعلى جودة وفي اسرع وقت. سابع مفهوم غلط، لازم الانتاج او البرودكشن بتاعك يكون عالي عشان الناس تبدأ تتابعك. ده من اكتر المفاهيم الغلط. الناس اوقات كتير ما يبقاش فارق معاها الكاميرا اللي انت بتصور بيها ولا الكواليتي اللي انت بتطلعها ولا فارق معاها معدات ايه انت بتستخدمها، فارق معاها بس القيمة الحقيقية اللي انت بتقدمها، سواء كنت بتعمل الموضوع ده ليك او لبراند انت شغال معاه. فمثلا انا فاكر اول كلاينت كنت شغال معاه كان بيطلع فيديوز وحاجات، يمكن كان بيستخدم الموبايل بتاعه في التصوير، كنا بنستخدم تولز فري زي كاب كات لما كان فري في الاول عشان نعمل له مونتاج وحاجات بسيطة جدا. بس يمكن الفيديوز بتاعته كانت بتجيب ملايين المشاهدات لانه كان بيقدم قيمة حقيقية فعلا للجمهور المستهدف بتاعه. فما كانوش بيركزوا على الإضاءة، كنا بس اهم حاجة بنركز عليها الصوت، لانه المشاهد ممكن يتغاضى عن جودة تصوير بس يحب يسمع الحاجة تكون بجودة كويسة. ومن هنا نوصل ان لو عندك فكرة مفيدة فعلا وبتقدم قيمة حقيقية، ما تستناش انك تكون جاهز بنسبة 100% او ان عميلك يبقى جاهز بنسبة 100%. لا، انت ممكن تبدأ معاه واحدة واحدة لحد ما الدنيا تكبر. اهم حاجة انك تبدأ دلوقتي وبسرعة. وفي الاخر فكر تاني في الماركتينج مش كحاجة لازم تبقى معقدة او غالية عشان تقدر تطلع قيمة او جودة حقيقية للمحتوى بتاعك، لكن كمرحلة فيها إبداع، فيها تجارب، وفيها غلطات بتتعلم منها أول بأول. في الفيديو الجاي هنتكلم عن أول عميل ليك وشوية حاجات تانية. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في كورس السوشيال ميديا ماركتينج 101 من تحت الصفر لفوق بحبة حلوين. فوتكم بعافية.